السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده زي ما حضراتكم شايفين هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل السمك المقلي يا جماعة. ناس كتير قوي قوي بتشتكي بعد ما بتيجي لما بتقلي السمك بتشم ريحة الزفارة وهي بتقلي، وبرده في الأكل بتشم ريحة الزفارة. طيب هقول لكم دلوقتي أما نيجي نغسله بنغسله بإيه يا جماعة عشان ما تشميش ريحة الزفارة. بصوا زي ما وريتكم في الأول بجد نضيف قد إيه. بصوا أبيض من جوه قد إيه ونضيف بصراحة زي العسل، نضيفه زي الفل أهو. شايفين بيزغرط كده من النظافة. طب نعمل إيه واحنا أما بنجيبه؟ أول حاجة بنعمل له المحلول اللي بنغسله بيه. ايه هو المحلول يا جماعه اللي بنغسله بيه؟ عباره عن كوبايتين 3 من الميه على قد السمك اللي عندك، تمام. بتحطي فيهم 3 معالق كبار من الدقيق، وعليهم زيهم كده 3 معالق كبار برضو من الملح، وبتحطي عصرتين ليمون كده، وبترمي القشر كمان في قلب الميه دي، وبتنقعي السمك بتاعك ده. والله بالطريقه دي او بالمحلول اللي بقولك عليه ده مش هتشمي اي زفاره خالص، لو انت بتاكلي ولا وانت بتقلي، وريحته هتبقى زي الفل، ما فيهوش ريحه زفاره تماما. انا دايما بعمله كده يا جماعه. يبقى ايه؟ ميه ودقيق وملح وليمون، بس كده، وتشطفيه تنقعيه وتشطفيه بيبقى ابيض زي الفل زي ما انت شايفه كده. تمام. طيب نيجي بقى للتتبيله بتاعته. التتبيله عباره عن ايه؟ دي يا جماعه راس توم، عليها حطيت عليها ملح، وعليها حبة شطة صغيرين، حبة اللهم صل على النبي، حبة فلفل أسمر، وكمان قرن شطة حامي، تمام كده. وعليها عصرة ليمونة كمان، وكمان عليها ايه؟ عندي هنا هريسة الشطة اهي، هاخد منها كده معلقتين كبار. تمام. ونقلب كل ده ببعضه. وادي كمان هريسة الشطة. هريسة الشطة دي يا جماعة ممتازة، بتنقل السمك بصراحة في أي حاجة، بتنقلها في يعني في حتة تانية خالص. الهريسة دي يا جماعة بصراحة أنا ما بستغناش عنها، جميلة جدا جدا. تمام بالشكل ده. نيجي بقى للسمك بتاعنا القمر ده، نعصر كده كمان ليمونة عليها زي الفل. بسم الله كده تمام. نقلب بقى التقليبة حلوة كده يا جماعة. شايفين التتبيلة روعة بجد روعة. نيجي بقى للسمك بتاعنا القمر ده، نبتدي ايه؟ نحط فيه التتبيلة بتاعتنا دي. بسم الله. نشيل بقى الحاجات بتاعتنا دي اهي بالشكل ده. نيجي بقى السمكة بتاعتنا اهي نضيفها زي الفل. هنعمل ايه؟ بنبتدي يا جماعة ندخل التتبيلة بتاعتنا القمر دي كده، قلبناها كده تمام في بعضها زي الفل اهو اهو. نيجي ناخد كمية كده حلوة وندخلها في قلب السمكة من جوه كده، تمام. وبايدك بقى قلبي بقى ايه السمكة كده، غرقي بيها السمكة ودعكيها كده كأنك بتعملي لها مساج. ادعكي السمكة كده من جوه ومن بره اهو بالايه؟ بالخلطة بتاعتنا دي اهو. شايفة ازاي؟ زي الفل اهو. شايفة كده السمكة بتاعتنا القمر دي بقت زي الفل ازاي اهي، من جوه ومن بره بالتتبيلة بتاعتنا القمر دي. كده اصبح السمك بتاعنا يا جماعه متبل وزي الفل. بشيله بقى على رف التلاجة وقت ما ايه اجي اقليه، بسيبه كده ايه وقت كافي عشان ايه؟ يشرب من التتبيله بتاعتنا القمر دي. تمام كده. هنا بقى ببتدي اعمل الرز البني او الرز اللي بالبصل يا جماعه. خرطت بصلايه حلوه كبيره كده، وبخلي لونها ايه؟ البصله تحمر معايا شويه، يعني تحمر حلو قوي كده. وبروح مزوداها بالايه؟ بالميه. احط ميه لما البصله تحمر، واحط لها التوابل بتاعتها ملح وفلفل اسمر بقى وحبه شطه صغيرين خالص. وبعد ما الميه دي تغلي بالبصل بروح غاسله الرز وسقطاه، تمام. واتعامل معاه زي الرز العادي، انه يتشرب وبعدين اوطي عليه، بيبقى في منتهى الجمال.
انا بقى نزلنا بالزيت، الزيت سخين معانا زي الفل. هنبتدي ننزل بقى نبدر السمك بتاعنا وننزل بيه في الزيت. تمام، بنمسكه كده على الناحيتين نبدره بالدقيق ونبتدي ننزله. بصوا يا جماعه، هو دقيق بس يا جماعه اللي بحطه اهو، وبيطلع معايا والله مش شارب زيت ومش مش طري ولا حاجه. واهم حاجه اما يستوي معاكي وهتطلعيه خلاص، تطلعيه على ورق زبده، بصي اي ورق كراسه مش مشكله، مناديل مطبخ مفيش مشكله، اي حاجه، ان على اساس ايه الحاجه دي تشرب الزيت منها. تمام كده. وانتي بقى بتسوي بقى السمك او بتقليه، بتبتدي تعملي كده عشان الزيت يخش جوه السمكه وتستوي من قلبها. تمام اهو بالشكل ده. ده كده الرز بتاعنا يا جماعه بعد ما عملناه، بسم الله ما شاء الله، شايفين مفلفل قد ايه وجميل ما شاء الله، اللهم بارك. تمام كده خلصناه. كده الغدا بتاعنا اصبح جاهز بقى زي ما انتم شايفين، حبة رز بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، عسل عسل. وادي السمك بتاعنا اللهم بارك يا جماعة، مش شارب زيت ولا حاجة. شايفين الجمال وتحميره حلو جدا جدا، شايفين. وعملت جنبهم حبة سلطة حلوين كده. ونقول بألف هنا وشفا يا رب للي ياكل.